أجمل أكسسوار شعر ممكن تديريه في أفراح هذا الصيف. إذا كنتي جميلة وعندك حس تاع جمال وتحبي الأشياء الجميلة، ننصحك تخدمي هذا الأكسسوار. إذا كنتي عروس مستحيل تراطي هذا الأكسسوار ما ديريهش في جهازك وتديه معك، لأنه ما شاء الله كم شايفين في الصور كيفاش خارج. نبداو بدون إطالة. وش راح نحتاجو؟ راح تشوفوا هنا كل المواد اللازمة، وفي نهاية الفيديو طبعا راح تلقاو دراسة الميزانية الكاملة لهذا العمل باش تعرفي شحال راح يستقام لك، وأيضا اللي حابين يديروا مشروع باش يعرفوا شحال يستقام لهم باش يعاودوا يبيعوه. بلا ما ننسى تحية خاصة لصالون كوافير كادي غلام اللي حطيت لكم الصور تاعها في الأول فيديو، لأنه هذيك خدمتها والأكسسوار أول ما شفتو عندها. ويلا الآن بعد بسم الله الفتاح العليم نبداو مع أول شكل اللي سميته الورقة الخماسية بقاعدة 6-4-3-6. هذوكم فهمكم في هذه القاعدة. هذه القاعدة درتها أنا باش نعاون روحي في الشكل باش يجوني أكل كيف. المهم خليت شوية من لو فيل هذاك حق 4 أصابع هكذاك بيدي وبديت نخدم. درت أول عقدة وبعدين نبدا ندور 1 2 3 4 5 6. هذه أول 6 دورات، يعني هذا الدائرة الأولى. بعدها تثنيو الفيل 6 مرات، ومن بعد نروحوا للجهة الطويلة نتاع الفيل نتاع السلك هذا، نديروا فيه ثاني عقدة واحدة وندوروها 1 2 3 4. يعني الأولى درناها 6، الثانية درناها 4. هنا هذو الزوج الأسلاك من راهم مبعدين على بعضهم، هنا تجملهم 1 2 3. فهمتوا؟ يسمى درنا دوكا 6 4 3 تاعنا. دوكا نعاودوا نفس الأعداد فيهم كامل. دوكا تشوفوا هنا نزيدو نديروا العين الثالثة 1 2 3 4، ومن بعد نليموا السلكين مع بعض ب3 دورات هكذا باش تجيكم كل عيون وكل كيف. يعني ما تديروش ديكالاج، عين طالعه عين هابطه ولا ورقه خماسيه بشكل والورقه الخماسيه اللي تخدميها من بعد تجي بشكل اخر. لا وكل يكونوا كيف. وهذا الحساب انا يعني حبيت نثبتوا فيهم كامل باش الكل يكونوا كيف. حبيتي تنقصي مثلا 6 الاولى ما ديريش 6، ديريها غير 5. حبيتي تزيدي لك الاختيار. المهم انا درتها بعجاله. كما قلت لكم كان عندي الغدوه من ذاك العرس، وانا قررت اليوم انه نخدمها. خرجت نجري، رحت شريت الادوات ومباشره روحت خدمت وصورت لكم في نفس الوقت. هنا راح نكملوا الورقه الخماسيه تاعنا، ومن بعد كي نخلصوا خلاص نثنيو السلكين من 6 مرات. يعني كيما بدينا ب6 نعاودوا نختموا ب6. هكذا راه السلك تاعنا جميل وهايل ورائع. بالمناسبه السلك تاعكم ما تقصوش بالمقص، اخدموا به عادي، ومن بعد حتى تخلصوا دوكا هكذا خلصتوا باش تجيبوا المقص وتقصوا وتبداو من دار جديد في السلك تاعكم. وخليوه شويه طويل لانه قادرين تحتاجوا تثنيوه بزاف على السيرتات وما تلقاوش الطول. نروح الآن للورقة الثلاثية. الورقة الثلاثية بقاعدة 6-3-3-5. راح نبداو بنفس الشكل تقريبا. راح نخلي مقدار 4 أصابع. هنا من بعد انتم كي تشوفوا اذا يعني خدمتوا قدرتوا تلقاو باللي تحتاجوا اقل من 4 أصابع تقدروا تنقصوا. يعني البداية هذيك تقدروا تحكموا فيها. المهم هنا راح ندير نفس الخطوات. راح نبدا ب6، ندير العين تاعي الاولى من السلك، ومن بعد دائما تخدموا من السلك اللي طويل بزاف اللي مازال في الرولو، ما تخدموش من السلك هذاك القصير. يعني ننبه فيكم باش ما تغلطوش. من بعد هنايا ندير دوره 2 3. يعني دوروها كيما حبيتوا. انا هنا شفتها شوي كبيره عاودت درت دوره واحده اخرى، ولكن كلهم من بعد درتهم 3 وجاو كل بنفس القياس. هنا تزيدوا تعاودوا تخدموا لو فيل. هذا راه 0.5. تقدروا تلقاو تاع 0.4، لكن بما انه راح هذا يهز بزاف الاسلاك، عفوا راح يهز الكريستال بزاف، دونك 0.5 راح يكون اولا سهل يعني العمل ما تقلقوش منه، ثانيا يهز لكم الحجاره هذوك. هنا ندير ال6 تاوعي الاخرين ونخلص. وهكذا تكون عندنا الورقه الثلاثيه. من كل وحده فيهم نخدم 10 هكا راح يكون العدد المتوسط اللي تحتاجيه في سرتت واحد. هنا كما راكم شايفين
هذا هو النتيجة النهائية نتاع الورقات تاعي. طبعا لأول مرة في حياتي نخدم هذا النوع تاع الأعمال، ولأول تجربة، وكنت رايحة بها للعرس وفي نفس الوقت صورتها لكم. يعني ما تضحكوش، راه عمل تاع واحدة مبتدئة. هنا دوك نجيو لمرحلة إلصاق الكريستال. بالمناسبة هذول الكريستالات شريتهم، يعني شريت السامبل خلاص، ولكن في نفس الوقت راه فيهم هذاك كما راكم شايفين لو سوكل هذاك اللي داير بالحبه. اللي حبت تتعب روحها شويه تقدر تنحيه بكل لاب هكذا، تنحيه ويبقى لها الحجره هذيك اللي في القلب وحدها وتركبها. المهم انا عمل عادي بالسيليكون. حاولوا تكونوا سريعين، تحطوا الورقات تاعكم في العين هذيك، واذا قدرتوا هذيك العين قربوها شويه هكذا مستطيله باصابعكم، يعني ما تبقاش مدوره، تولي بيضاويه الشكل باش تجي قد مع الحبه نتاع الكريستال. وهذو هما الورقات بعد ما كملناهم. دوك نجيو لعمليه المونتاج باش نكملوا السرتات تاعنا. هنا في عمليه المونتاج ثاني راح نوريكم انا واش درت، ونزيد نعطيكم نصائح بحكم انه شتو كي واحد يجرب يولي يكتشف الاخطاء اللي دارهم. هنا كاين فكره تقدروا ديروها، هي انه قبل ما تركبوا هذا الورقات السرتات تاعكم ديروا فيه طريق نتاع الاستخاص. ديروا طريق تاع الاستخاص باش من بعد كيتروا لي واكم تشوفوا راني ندور في السلك على السرتات باش يحكموني نلظ فيه، يعني كي نحطو في بلاصتو نحطو خلاص. كي تكونوا دايرين طريق ولا زوج نتاع استخاص، السلك هذا يتدرج بين الحبات نتاع الاستخاص، دونك ما يبقاش يبان لكم. هذه الحاجه الاولى. انا ما كانش عندي الاستخاص درتو ديريكت، بصح دركته بطريقه واحده اخرى دوك نوريها لكم في الفيديو. المهم تبقاو تركبوا هكذا ورقه خماسيه وورقه ثلاثيه بالتناوب، اسمها كي اللي يجيو مع بعض جهه منا وجهه منا. كما تقدروا ديروا السيرته تاعكم كامل وردات ثلاثيه منا ومنا، كما تقدروا ديروه كامل ورقه خماسيه بصح يجيكم شويه كبير. دونك هذه هي. دونك نكمل بنفس الطريقه كل الحبات نتاوعي. من بعد كما راكم تشوفوا راني نلظ فيهم بصح يبقاو يتحركوا كوميم، يسمى دوكا ركبوهم برك، ومن بعد في النهايه تبداو تعدلوا فيهم على حساب السيرتات باش ما يجيش جهه شارجي بالورقات وجهه فرغانه. نو تعاودوا تفرقوا، توزعوا الورقات تاعكم حسب السيرتات تاعكم، تعدلوا الورقات تاعكم، تشوفوا المساحه بيناتهم شحال تخليو كلش حسب العدد. ممكن اذا لقيتي بلي تقدري تزيدي فوق 10 حبات 11 ولا 12 ولا تقدري تحبي تشارجيه تقدري. المهم تتحكموا فيهم كما حبيتوا. انا من نهار رحت لعند لاكوافوز كادي غلام في مسيله، ودرتوا لي في واحد العرس درتو فوق شعري، دالي عقلي وشفت اللي يخدموا لي زاكسيسوار مي جاني بزاف غالي. دونك تشجعت انه قلت لي مالا انا عندي الهوايه هذه تاع الاشغال اليدويه نشري انا ونتعلموا. بالمناسبه مع شفت اول فيديو واحد الفيديو امريكي، المهم فهمت كيفاش يدوروا السلك، خلاص مباشره هزيت طبقت. يعني هذه اول تجربه حرفيه يعني. المهم هاوليكم السرتات جا ما شاء الله ملكي سورتو كي تحط على الشعر في عرس ولا صال ولا ما شاء الله يزيد النص في الشعر. كي دايره كوافير شوفي اطلقي شعرك وديريه اوندولي ولا ديريه حاجه هكذا خفيفه وحطي السرتات هذا في شعرك وتشوفي تولي اميره من الاميرات ما شاء الله بدون مبالغه. وانا تسلم عجبني بقى في قلبي نخدمته وحققت الحلم. المهم هنايا دوكا انا واش ندير السيليكون نحاول نديرو بين الاسلاك باش يحكم السلك في السيرتات يعني ما يتحركش، وفي نفس الوقت نعبي من الفوق باش نغطي هذاك السلك. دوك نحط حبات نتاع كريستال مباشره فوق هذه الخدمه هذه، فهمتوني؟ اسما كنت من الاول مثلا درت خطوط نتاع ليستراس كون راني ما احتجتش لهذه الخطوه تاع الكاموفلاج. المهم هذه خطوه جميله وفادتني، يعني جات جميله. تقدروا ديروها. انا كما قلت لكم كنت على عجاله وطاح الليل وكنت نصور وطولت شويه وما خدمت غير هذا السيرتات، خدمت سيرتات اخر الماما ثاني جا ما شاء الله. دوك الفيديو الجاي بحول الله سبحانه وتعالى نحطه لكم. المهم هذه هي الفكره كيفاش حكمت الحبات هذوك الشعر الورقات باش ما يتحركوش، وفي نفس الوقت غطيت من الفوق بحبه كريستال. النصيحه الاخرى
دوكا كون ندنقوا للوجه الداخلي نتاع السيرتات، تلقاو باللي الزوائد هذوك النهايات نتاع السلك تلقاهم خارجين تما. يسمى ممكن كي تحطيه على شعرك يلصق شعرك، وكي تجي تنحي السيرتات تلقاي شعره زوج هكذا متابعينه هكذا مكملين معاه. هنا خممت انا في حاجه، ممكن تشريو ريبون هذاك الرقيق خلاص، ومن الاخر كي تخلصوا خلاص تفينيو الخدمه تاعكم تركبوا ريبون الداخل، يعني الوجه الداخلي تاع السيرتات من الطرف للطرف تركبوه بالسيليكون هكذا، باش كي تحطوا على شعركم كان حتى حاجه هكذا سلك صغير ولا يشد لكم في شعوركم. انا هذه الخطوه ما صورتهاش وما زال ما درتهاش، باسكو قلت لكم كنت في وقت مستعجل جدا وحضرت العرس وانا دايره سيرتات، وفي الاخر خلاص كي تنحيه طلع شعري هكذا سمحكم في الشعر شويه، ولكن عادي تنحيه يعني عادي مش حاجه يعني كبيره. ما ان شاء الله ندير الخطوه هذه تاع لا فينيسيون اللي ما درتهاش والله كنت حابه نصورها لكم، لكن عساه خير. المهم هذه هي الفكره. المشروع هذا جميل جدا، اللي عندها صبر وعندها يعني شغف بالعمل اليدوي تقدر ديره حتى كمشروع من البيت. وهاوليكم السيرتات هنا في لاصال، قلت نصور لكم شوفوا كيفاش جا ما شاء الله هكاك، وما صورتوش مليح كلي ما حسيتش بلي الكاميرا عطاتو حقه. هذا هو الشكل تاعو وكل عجبهم. وفي الاخير قبل ما نخرج من لاصال تلمو صاحبتي الغاليه العزيزه عجبها نحيته وعطيته لها كهديه، لذلك ان شاء الله راح نعاود نخدم واحد اخر ونديرو كما هذا واجمل بحول الله تعالى. اما الان كما كل مره تعرفوني وتعرفوا افكاري في الفيديوهات، نحب ندير لكم دراسه الميزانيه. هنا حطيت لكم السعر تاع كل حاجه كيفاش تشريوها وبشحال انا شريتها، يعني الادوات المستعمله وحتى المواد يعني المستهلكه خلال هذه العمليه، يعني كتبت لكم كلش بالتفصيل. وفي الاخير دوك ندير لكم كلش هذا السيرتات بالذات وهذا الموديل شحال ادالي من يعني ماده اوليه بالضبط بالضبط بالضبط، باش تعرفوا بلي سعره والله يعني مش حاجه تقدروا تخدموه بيديكم، افضل من انه تشريوه باسعار باهظه جدا، قادره تفوت 250 تلحق حتى ل 300 الف للسيرتات الواحد. وهذا هو الموديل اللي عجبني بزاف وحبيت نوريه لكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات. والموديل القادم ان شاء الله هذا هو، انتظرونا في الفيديوهات. سلام.